بيدوا الخمس بقى فوق مناخيره، بيجي اخر الشهر ما عندوش فلوس، ما بيتجوزش، وربهم بياخد كظميه متعه. يعني بيدفع الخمس ده برضاه ولا غصب عنه؟ غصب عنه شيخ. غصب عنه. طبعا غصب عنه، بس طبعا يعني غصب عنه بالدين. بالدين. لانه المعلم بيبدا يعطي وعيد. انت تعرف انه مثل ما قال لك الدكتور انه ينتشر الزنا بسبب الخمس. هل تعلم الان راح اطلع لك روايه صادمه ويمكن اول مره تسمعها، كتاب لرضا الهمداني انه يمكن للمراه ان تمتع نفسها مكان الخمس. عارف الروايه هاي شيخ حسين؟ لا اول مره اسمع بيها. الان اطلع لك اياها ان شاء الله اللي موجوده، كتاب رضا الهمداني، بس اجهزها عشان اقراها كامله. طيب انه تفضل. يمكن للمراه ان تمتع نفسها مكان الخمس. يعني تقول لك انا ما عندي خمس سيدي، تقول لك يا الله هستكوا كذي. كم عمرك انت؟ 24. 24 اروح لك باليوم. زين مو لازم الخمس، تقدرين بالمتعه 3 ساعات 4 ساعات اسبوعين ان شاء الله امورك حلوه، وكذا تاخذين مرتبه الحسين عليه السلام، وهم بنفس الوقت 5 سنين. طلع لك الروايه. طب اروح للدكتور حسين الباز وادعو احبابنا الكرام. احنا دلوقتي 120,000 في التكبيس، ارجو من حضراتكم رفع البث لاكبر عدد ممكن ولكي يصل الى المتابعين الاحباب على هذه المنصه. عارفين حضراتكم هذا الملف من الملفات الشائكه دائما اللي بيحصل عليها كتير جدا بلاغات، فارجو من حضراتكم رفع التكبيس. بارك الله فيكم احبابنا الكرام المتابعين والمكبسين والداعمين، جزاكم الله كل خير. اروح للدكتور حسين. دكتور حسين، يعني طيب ممكن حد من الشيعة مثلا يقول لك طب هذا الخمس مثلا بيتعمل به مستشفيات، بيتعمل به مدارس، بيتعمل به مؤسسات بتشغل الناس، الخمس ده بيتعمل به ايه؟ الخمس بالعراق اخذوا الخمس سووا به مستشفى الكفيل اللي يدخلها من الشيعة الفقراء يكسرون رجله ورجل ابوه. رجل اذا دخل مستشفى الكفيل اللي تعملت باسم الخمس، لانه التذكره فيها والعلاج اللي فيها ما يطبق الا اغنياء العراق. هذا واحد. الخمس يصدر الى ايران، يصنع منه رصاصه يصفى فيها اهل السنه والجماعه في الارض ونشر الفتنه. زين، هذا الخمس اللي ياخذوه. والان عندي ادله راح اطلع لك اياها، بس اسمع هذا المعمم ماذا يقول. تفضل. تعبت صار لي 5 ايام. يعني السؤال خد بالك، خليه صوت بس يا دكتور عشان الفيديو بيحظر البث. خليه صوت بس. احنا كده شفنا مين، عرفنا مين حضرتك ومعاك الزركوشي. قرب بقى من المايك، قربوا من المايك. هذه بس استفهام، يعني عندك دليل من القرآن؟ لا ما عندي. يعني دليل من القرآن ما موجود. من أباح للمعلم أخذ الخمس؟ ما عندنا لا كتاب ولا سنة، احنا حرامية. ها هي؟ بارك الله فيك الشيخ مشتاق. لا كتاب ولا سنة واحنا حرامية. هذا اعتراف أحد المعممين الشيعة. يقول لا يوجد لدينا دليل لا من كتاب ولا من سنة واحنا حرام. طيب استاذ حسام، الخمس بالنسبة للشيعة من أخذ الخمس من المعممين هل يترتب عليه عقوبة؟ من أخذ الخمس؟ نعم، تترتب عليه عقوبة شرعا عندهم. مش عارف مترتب؟ اقرأ استاذ. أولا المصدر رقم 1 وسائل الشيعة الجزء 8 صفحة رقم 516. وردا على الشيخ هذا السفير مالتهم أبي جعفر بن محمد بن عثمان العمري السفير الرابع في جواب مسائلي إلى صاحب الدار يقصد المهدي: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل من ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه. نعم شيخنا. لا كمل شيخنا كمل. الله يعزك. تصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو إيش؟ ملعون ونحن خصماؤه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني، افتح معانا كتاب النهاية للطوسي. كتاب النهاية للطوسي في الصفحة رقم 200 يقول: وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام سهم الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه ماذا كان؟
عاصيا. وفي قبل المصدر ملعون ونحن خصماءه. طيب هاي في الدنيا، تعال الآن عقوبته في الآخرة عند الشيعة الإمامية. كتاب الأنوار النعمانية، الأنوار النعمانية في المجلد الرابع صفحة رقم 203، وقال عليه السلام: أشد ما يكون على الإنسان يوم القيامة أن يقوم أهل الخمس، يعني الشيعة الذين دفعوا الخمس، فيتعلق بذلك الرجل المعمم الخوئي والسيستاني وربعه والمعممين، ويقول: ربنا إن هذا الرجل قد أكل خمسنا وتصرف فيه ولم يدفعه إلينا، فيدفعه الله إليهم عوضا من حسنات ذلك الرجل، وكذلك أهل الزكاة. تفضل أستاذ. طيب الآن حضرتك ما حكم المعمم الذي يأخذ الخمس؟ أولا في عقيدة الشيعة أنه ملعون خصمه المهدي ورسول الله حسب ما يقولون. ثالثا حسب كتاب النهاية الطوسي عاصي يوم القيامة يتعلق به أهل الخمس ويقولون: يا ربنا هذا قد أكل خمسنا. طيب حضرتك الآن، هل المعمم عندما يأخذ الخمس يأخذه طاعة بأمر من الله ورسوله أم معصية؟ الجواب: معصية. معصية طبعا، معصية لا دليل عليها. هاي كتبهم وهاي فتاويهم وهاي علمائهم. طيب أنا أروح للدكتور عاصم، والآن كل الشيعة اللي عايزين يدخلوا معنا في هذا البث يتفضلوا بإرسال الدعوات. بعد قليل سنفتح بإذن الله تعالى هذا البث لمن أراد من الشيعة أن يدخل معنا. وسؤال البث: ما هو الدليل على أن الخمس واجب دائم في غياب الإمام المعصوم؟ وغيرها من التساؤلات. من الآن ارسلوا دعوات بعد إذنكم يا شيعة. دكتور عاصم، كان في رواية حضرتك كنت عايز تعرضها وتتكلم عنها. هذه الرواية شيخنا، هذه الرواية للشيخ رضا الهمداني في كتاب مصباح الفقيه صفحة 155. انظر ماذا يقول: فقد أباح الخمس حال الغيبة. طيب، والشيخ الهمداني طبعا متأخر، شيخ متأخر. يقول: وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم، والآن قاعد ينقل أقوال، تمام، وإعفائهم من دفعة هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر، فضلا عن كونه مما وردت النصوص بإباحته. كيف يمكن والحال دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين، مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس وأرجعوه إلى أصحابه وأعفوهم عنه. فبالتالي نرى أن بعضا من المتقدمين والمتأخرين يرون أن دفع الخمس واجب، والبعض منهم يرى أن دفع الخمس مستحب، والبعض يرى أن التمتع بالنساء مكان الخمس هو الأحوط وجوبا. فإن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء. فهو الآن ينقل عن العلماء الذين يرون أنه واجب أو مباح، أو يرون التمتع بالمرأة مكان المتعة هو الخمس. تمام؟ هذا كتاب طبعا أهم حاجة الخمس. وهذا كتاب مصباح الفقيه للهمداني صفحة 155. الكلام طبعا طويل جدا، وآخر شيء رجح الأقوال. يقول: فترجيح الأقوال إلى ذلك أن الخمس من الواجبات ويجب دفعها على الأحوط وجوبا. والسيستاني الآن، السيستاني يقول: ما حكم من صلى وحج وهو لا يخمس أمواله؟ شوف ايش قال السيستاني. قال: يجب على الأحوط قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كانت سائر في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقا بالخمس بعينه. إذا أنت ما خمست تعيد الصلاة وتعيد الصيام وتعيد الحج، لا يقبل منك لا صلاة ولا صيام ولا حج. تعيد الصلاة وتعيد الصيام وتعيد الحج، لكن لو في حالة لو أنت حرامي ودفعت الخمس خلاص غفر لك ما تقدم من ذنب. في أي كتاب هذا المصدر؟ ايش هو شيخ؟ الفتوى السيستاني. هذا شيخنا في موقعه الرسمي جواب استفتاءات، صح؟ الظاهر جواب استفتاءات، بس مو مكتوب على قلبك. اي نعم. نعم تمام؟ اي ما حكم مكتوب كتاب جواب استفتاءات بس مو مكتوب الصفحة، لكن اقدر اطلع لك اياها. يعني المعمم اذا ما قدر ياخذ فلوسك ياخذ عرضك من الاخر. طيب، من الآن يعني هطلب من أحبابنا الكرام أبو سالم والأستاذ ناصر، الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يبارك فيك يا أبو سالم.
الله مداخله الله يعزك. اتفضل يا ابو سالم، اتفضل يا حبيبي. بارك الله فيك. طبعا يا اخوان بارك الله فيكم، نبدا متابعه حساب محيي رقم 7 باذن الله. هذا راح يكون الحساب المعصوم، هو ما بقى له شيء يا اخوان على 1977، يعني بقى له اقل من 30 متابعه ويوصل لل1000 ان شاء الله باذن الله. راح يكون هذا ان شاء الله الحساب المعصوم حق الدكتور واخونا الله الاعلامي يحفظك. الاستاذ حسام. الله يحفظك ويبارك فيك. يعني هو ده الحساب اللي انت محضره، هو ده الحساب المعصوم اللي انت كنت بتحضره يا ابو سالم؟ باذن الله باذن الله الاخوه كلهم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ان شاء الله. تابعت الحساب. ما تبدع فيه. بتقول يا دكتور عاصم الامور طيبه ان شاء الله. البثوث شلون تتبع عندي في المعصوم؟ الله. هو هذا طب يا جماعه ليش؟ اي نعم. اتفضل تفضل استاذ. الله يحفظك ويبارك فيك. كل احبابنا الكرام المتابعين لينا يعني يشدوا التكبيس ومتابعات لكل الحسابات اللي موجوده، يعني حساب دكتور عاصم، حساب دكتور حسين، اي حساب بيصعد معانا او بيصعد مع دكتور حسين دكتور عاصم بيكون دي حسابات بديله زي ما حضراتكم دايما بتشوفوا. يعني اذا سقط حساب بنصعد الحساب التالي على طول مباشره. بارك الله فيكم احبابنا الكرام. احنا دلوقتي 143,000، نرجو المزيد من حضراتكم. الله يبارك فيكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. الهمه الهمه يا الله سيدي. يعزك. اي والله الهمه يا احباب، انصروا بثكم، انصروا دين اجمل الاسلام. دكاتره عندي الدكتور حسين والدكتور عاصم، اجمل دكاتره عندي. الله يحفظهم يا رب. ثنائي الله يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. الله يرضى عنك. ما نقدر نستغني عنهم. القياده عندك يا ناصر حبيبي، القياده عندك. يا حبيبي صعد يا ناصر، خلوا حساب محمد. دقيقه بس عندي احصائيه شيخنا. تفضل دكتور. اكو بعض الارقام وصلت للمعممين، ممكن جعلتم في ذاك اطلعها للناس. اتفضل لغايه ما تطلع هذه الارقام، لغايه ما تطلع. ما شاء الله، يعني انا شايف الطلبات كثرت. ف طيب اتفضل يا دكتور. مولاي احصائيه بسيطه جدا. طبعا هو خليل بحق الشيعه، انا اعتذر لكم يا مراجع الشيعه. انا اعرف هو خليل بحقكم، انتم تستاهلون البوق اكثر ان شاء الله. جاء في كتاب دهاليز مظلمه محمد حسن الكشميري، الدكتور عاصم يحب هذا الكتاب. دهاليز مظلمه. استاذ افتح معانا صفحه رقم 341. 341 رقم 30. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة العالم الشجاع والداعية الإسلامي السيد حسن الكشميري، نسمع عنكم أخبارا رهيبة وأن لديكم معلومات خطيرة عن عمر طويل عشتموه مع المراجع والمرجعيات. سؤالنا، ما هو تخمينكم لمدخول المرجعيات ماضيا وحاضرا؟ طلاب وطالبات من الحوزة. بارك الله فيك. اطلع على صفحة رقم 242. أولا، أحمد أبل تاج الكويت توفي وأرسل ثلث أخماسه وكانت بحدود 300 مليون دولار. ثانيا، علي الجمال رجل أعمال لبناني أرسل أخماسه وثلث فكانت 220 مليون دولار. ثالثا، المرحوم زيدي كاظم كان يرسل أخماسه سنة مبلغ تقريبا 90 مليون دولار. إيه الأرقام دي؟ رابعا، تجار من الخوجة وكينا وجزر القمر يبعثون بما يقارب المليار دولار وغير هؤلاء المئات. وأخيرا، وبتقدير يدخل المرجعية سنويا أكثر من 3 مليار. 3 مليار ويتمتعون بنسوانهم. دي كل الأرقام دي دخلت من الخمس؟ لا، هذا مو حقهم مولاي، جعلتوا في ذاك. هذا مو حقهم. استاذ حسام، يدخل للمرجعية سنويا ما يقارب 5 مليار دولار. 5 مليار دولار كل سنة للمرجعية. طب بتتقسم على المرجعية ازاي؟ يعني بتروح لمين؟ يعني مين؟ يعني انا عايز اعرف بتتقسم ازاي؟ التورتايه دي بيقسموها ازاي؟ على حبايب استاذ حسام. طب لو واحده، يعني انا كلمتني قبل كده واحده في التليفون في البرنامج وكانت بتتكلم بتقول ان هي وبتقسم بالله ان هي شيعيه وذهبت قبل كده للعتبات حتى تطلب منهم الاموال لانها هي كان عندها مشكله وكان متاخر عليها ايجار البيت والراجل صاحب البيت طاردها بالشارع وراحت للعتبات علشان تطلب منهم ان هم يساعدوها. يعني هي تقسم بالله وهي بقى يعني تتحمل العهده عليها، يعني العهده على قسمها والعهده على كلامها.
هي بتقسم بالله ان المعمم طردها بره. لهذه الدرجه يا دكتور حسين؟ والله يا استاذ حسام، في معانا في بثنا مرأة شيعية راحت عندها عملية وزوجها في حالة خطرة، عائلة شيعية من أهل البصرة، وطلبوا مبلغ مالي لداء عملية لزوجها، وزوجها في حالة خطرة. راحت للمعممين قسما بالله ساوموها على شرفها. راحت الخمس ست أماكن بها مرجعية شيعية، الكل ساوموها، بنت شابة صغيرة هي، ساوموها على شرفها. لجأت لأهل السنة والجماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول يوم، الثاني وصل لها المبلغ من إخواننا أهل السنة والجماعة، قاموا بعمليتها كاملة من الألف إلى الياء. ما شاء الله. وأنا كنت وياهم، مو أنا دفعت لها، أنا حلقة وصل، أنا كنت وياهم، وصلت المبلغ إليه واستلمته وتابعوا حالتها وموجودة، وطلعت ويانا بالبث، طلع أخوها والشكر، سووا لها العملية كاملة كلفت ما يقارب $1900. ما شاء الله. كفلوا بكل عمليتها. اخواننا اهل السنه والجماعه تحديدا من اخواننا اهل السنه ما بهم شيعي، وعرفوا وتاكدوا انه هي شيعيه، وعرفوا والله واحد من عندهم والله قالها بهالكلمه، قال كائن من تكون ما دام محتاجه وفي ضيق، لا والله ما نخلي معمم يلزمها، ما نخلي معمم يعتدي عليها. ودفعوا لها المبلغ كامل وسوت العمليه وزوجها بخير. ما شاء الله تبارك الله. وطلعت على البث امام الناس. طيب احنا نبدا دلوقتي ناخد المداخلات من العوام الشيعه. انا شايف حد كان في التعليقات كان بيكتب يعني اثبتوا لنا ان الخمس هو فقط غنيمه الحرب، يعني بيقول لك هات لنا الدليل ان الخمس هو فقط غنيمه الحرب. هنطلع دلوقتي، واذا كنت لسه موجود معانا اطلع واطلب دعوه وستصعد معنا، ويعني تتحدث الى ضيوفنا واحبابنا الكرام. مين اسمه ايه؟ ولد الجنوب. ولد الجنوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا ضيف. يا ضيف. ولد الجنوب تفضل. يا ضيف. طب مش موجود، نشوف بعده على طول إن شاء الله. شوف بعده. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناصر يعني أنت فكر الناصر صلاح الدين الأيوبي؟ لا غير هذا مو صلاح الدين الايوبي، غير. طيب تفضل، ما انت بتقول انت الناصر تفضل. اي ليس صلاح الدين الناصر. على كل حال تكلمتوا الله يرحمه، رحمه الله تعالى، الناصر صلاح الدين الايوبي. نرجو ان تسمحوا لنا من الانصاف، ان تسمحوا ان نتكلم شويه من الانصاف. طبعا التسجيلات الصوتيه للاسف يعني تسمعون صوتي ولا ما تسمعوه؟ أنا سامع كويس جدا. أنا أسف منكم أن تستعملون التسجيلات الصوتية، لأن التسجيلات الصوتية لا تعني شيء. من هو المتكلم وكيف يتكلم؟ هذول معممين. مش عارف أنت عايز إيه يعني؟ أنت عايز إيه؟ يا ناصر عايز تعتمدوا على الكتب، تعتمدوا على الكتب الشيعية المعتبرة. يا سلام. يعني اصبر. اللي هي ايه؟ طب اللي هي ايه؟ كل كتب الشيعة اللي هي ايه؟ لا اذكر لي اسامي اللي هي ايه؟ الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، عدم الهدى، المظفر، هاي كتب الشيعة كثيرة، السيد محسن حكيم، السيد سيستاني، الكتب المعتبرة عند الشيعة. يعني حضرتك تاخذ من الطوسي؟ اسمعني يا حبيبي، خلي اكمل يا ابوي. يا استاذ حسام، يا استاذ ناصر لا لحظه واحده بس، تاخذ من الطوسي ولا لا؟ لا ما هو انت بتكمل اهو، انت كملت دلوقتي وذكرت الطوسي بالنسبه لك ايه؟ معتبر ولا غير معتبر؟ الطوسي معتبر ولا غير معتبر؟ وبعد كده نكمل. الطوسي معتبر يا دكتور حسين، كمل وبعد كده هروح اجي لك يا دكتور حسين. قول يا استاذ ناصر. مشكور. السيد السيستاني الان في مبرره السيستاني الايتام، واحده من مبرراته 137,000 يتيم، يدفع لهم السيستاني راتب شهري 137,000 يتيم في مبرة السيد السيستاني، واحدة من مبراته. السيد السيستاني بنى اكثر من مستشفى في النجف في الاشهر. ما ايش النقص؟ طيب خلاص نروح بقى نشوف بقى ضيوفنا الكرام دكتور حسين والدكتور عاصم. شيخ حسام عيد اسمه ايش؟
بقول لك مبرة السيستاني. مبرة السيستاني. واحدة من مبرات الايتام، واحدة من مبرات السيستاني. نعم مال الايتام، واحدة من دار ايتام. عندي ضرطات كثيرة السيستاني. 137 بقول لك دي دار ايتام. العين مبرة العين. هو يقصد يعني انت تقصد انه السيستاني عنده ضرطات كثيرة يعني؟ عيب عليك شوي شيخ، انت عيب عليك. ما انت قايل مبرات السيستاني. مبرة بالباء. شلون شيخ انت؟ شلون شيخ ما تعرف ما تميز بين المبرة وما هذا شيخ؟ انت حاط لك شيخ تقول شيخ مع الاسف. هذا يا عم اسمعها غلط. لا شيخ يا استاذ ناصر، يا استاذ ناصر شيخ ما يعرف الدين مع الاسف. يا اخي سمعناها غلط. تفضل يا استاذ ناصر. المهم انا ما يهمني شي نماذج، لان هذول نماذج حكام. يا استاذ ناصر بعد اذن حضرتك يا استاذ ناصر، خلاص خلصت كلام. لا لحظه واحده بقى، لحظه واحده. هي انت مش في حسينيه هنا يا استاذ ناصر، احنا مش في حسينيه لو سمحت. احنا عندنا موضوع فاتحينه للبث الان. طرحنا سؤال في بدايه الحلقه: ما هو الدليل على ان الخمس واجب دائم حتى في غياب الامام المهدي المعصوم؟ تفضل. ومعاك الدكتور حسين الباز. تفضل. اجاوبك بس خليني اكمل. بس ملاحظه تفضل. حسين ملاحظه. دكتور حسين خلينا نحترم بعض. تفضل. الفرق شوف التشيع الذي حفظ علماء الشيعة ولم يخضعوا لسلطان في كل ازمنتهم هو الخمس، حفظهم وجعل الاستقلاليه كامله لهم. شوفوا علماءكم شلون يخضعون للسلطان اينما كان. خلاص خلصت بقى يا استاذ ناصر. بس دقيقه. اسمع الان. اهدى بقى. انت قلت الطوسي، هو قال لك انا اعترف بالطوسي. لا خلاص انا اريدك وياي. افتح ميوت. خليه يفتح ميوت يا استاذ ناصر. افتح ميوت بعد اذنك. تفضل. اسمعني. حضرتك انت الان قلت انا اخذ من الكتب المعتمده، صح؟ نعم. لا تسجيلات. ممكن حضرتك التسجيلات. عيب عليكم. بس اسمعني، ممكن تتكلم معنا بادب؟ ممكن؟ انا متادب، انت مو متادبين. معنا انت اتكلم معك بادب. تعتمدون على اسقاطات الفرديه. لو سمحت اسقاط الناس. يا استاذ ناصر اهدى بقى شويه كده ونسمع بعض. طيب الان حضرتك قلت اخذ من الكتب المعتمده. هذا الغزي. ما هو الغزي؟ من هو الغزي؟ يا اخي خلينا نتكلم. لا يعترف انت الان تاخذ من كتاب الاستبصار. تعتمدون على سجلات الغزي ما غزي. يا عم احنا مهما بنجيب لكم اي حد بتقولوا لا يمثلنا، امال احنا نفسنا نعرف مين اللي بيمثلكم. مين اللي يمثلك؟ وانت اصلا كلكم دينكم هبد. خلينا نتكلم يمثلنا. كتبنا اسمع كلام. خلاص اكتب. هذا يمثلنا. خلاص اهدى بقى يا استاذ ناصر. ايش؟ نفتح كتاب الاستبصار للطوسي. الكتب المعتمده عندك. ضاع اخوان. خلينا نشوفك راح تاخذ الكتاب لو هم ما تقول ما يمثلني. استاذ حسام هذا كتاب الاستبصار للطوسي. الاستبصار. الجزء المجلد الثاني تحقيق علي اكبر الغفاري. صفحه رقم 74. حديث رقم 190. شنو حكمه؟ صحيح. صح. عن المعصوم ابي جعفر عليه السلام قال امير المؤمنين: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وأن شيعتنا من ذلك وأباء في إيش؟ في حل. لماذا تأخذون الخمس يا حرامية؟ هذا واحد. اثنين، حضرتك أنت الآن قلت الحرامي أنت مو الحرامي إحنا. ممكن أكمل اسكت. اللي يا ناصر بس صفحة 72 باب 32 باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة. حكم الحديث صحيح 186 عن المعصوم قال: أشد الناس ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم. ارجع الحديث اللي بعده: أتدرون من أين حكم الحديث صحيح؟ أتدرون من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت. لماذا من قبل خمسنا؟ لأنه عندك في هذا الحديث الصحيح قال: شيعتنا من ذلك في حل، أنتم أبحتم هذا الأمر، إذن بسبب معمميكم تفشى الزنا. طيب
انت قلت تاخذ من الكتب المعتمده واخذ من الطوسي. هذا كتاب النهايه للطوسي، كتاب النهايه للطوسي يقول: وليس لاحد في الصفحه 200 وليس لاحد ان يتصرف فيما يستحقه الامام من الانفال والاخماس الا باذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بغير اذن كان ايش؟ عاصيا. فاما في حال الغيبه وانت عندك المهدي غائب فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم فيما يتعلق بالاخماس وغيرها فيما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. يقول انتم في حل، لماذا يا حراميه؟ يا سراق. اجاوبه يا استاذ. الان اني بس اسمح لي اجاوب استاذ. طب اصبر لحظه واحده يا استاذ ناصر، هاجي لك. الان خلينا باول روايه صحيحه السند. عندك علي وفاطمه والمهدي قالوا تنازلنا عن حقنا، وابو جعفر وابو عبد الله وابو حسين وابو حمزه وابو عباس قالوا تنازلنا من حقنا، ما نريد خمس. والمهدي عندك بتوقيعات المهدي يقول: شيعتنا في حل من الخمس لحين ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. حضرتك ما هو دليلك على جواز واباحه الخمس مع هذا الكم من العلماء اللي عندك في رفض اخذ الخمس؟ تفضل. يلا تفضل استاذ ناصر. اولا هو لازم يفهم الشيخ حسين من الروايات اللي ذكرها ما تحرم الخمس بهذا الطريقه، وانما تهذب استعماله. الخمس لما يشتكون الناس، اسمع لما يشتكون الناس ما معنى لا وضح للناس كلمة في حل. اسمع وضح للناس ما معنى كلمة شيعتنا في حل من الخمس. التهذيب اسمع التهذيب شيء والتحريم شيء آخر. دليل على ذلك اسمع لي الآن السادة. لا بس اشرح لي يعني ايه شيعتنا في حل من الخمس يا استاذ ناصر؟ يا استاذ ناصر خلينا بس ننظم الحوار يا استاذ ناصر، خلينا ننظم الحوار. معنى شيعتنا في حل من الخمس معناها يا استاذ حسام مئات الروايات الشيعية تؤكد على ضرورة الخمس. يا روايتين امام الروايات هاي الشيعيه، هاي ما لها قيمه امام يعني الان المهدي ما له قيمه تؤكد على فرض. اسمع يا حبيبي استاذ، توقيعات المهدي عندك تسمع انت شويه. ليش ما تسمع؟ ليش ما تسمع؟ يا استاذ ناصر، ما هو سؤاله برضه منطقي جدا. يعني هو دلوقتي بيقول لك تشريعات المهدي بالنسبه يا استاذ ناصر ما هو دلوقتي بيسالك. اسمع بس لو سمحت يا اخي اسمع بس. هو دلوقتي بيقول لك تشريعات المهدي بالنسبه لك الان انت تضرب بها عرض الحائط. يعني الان تشريعات المهدي انت بتضرب بها عرض الحائط. الان هو قال لك شيعتنا في حل من الخمس، انت بتقول له هناك العديد من الروايات حللت الخمس، فما تجيش يعني قدام روايه ولا روايتين بتتكلم يعني ده روايه ولا روايتين دول عن مين؟ مش نقلا عن المهدي ولا عن مين؟ نعم انت نقلا عن المهدي، بس الروايات اللي ضدها المعاكسه لها كثيره جدا. يعني هو انت بتاخد الموضوع دلوقتي بكفه الميزان. يعني مين الاتقل؟ كم روايه هنا وكم روايه هنا؟ هو هذا المعيار الصحيح بالحديث. طيب استاذ حسام دقيقه، هذا المعيار الصحيح بالروايات. تفضل يا دكتور حسين. اسمح لي حسام بس خليني اكمل لك بس كلمه ملاحظه صغيره. كلمه واحده وكمل. اسالك لا ملاحظه صغيره الشيعة رجاء يا استاذ الشيعة تطيع المهدي لو ما تطيعه؟ اكيد تطيع المهدي. اطلعني بس اسمح لي حضرتك، خلي الناس تستفاد. انتم الان كشيعة مو تؤمنون بغيبة المهدي؟ اكيد. طيب وتطيعون المهدي لو تعصوه؟ قبل ما نطيعه. بارك الله بك. كتاب اعلام الورى كمال الدين وتمام النعمه، الغيبه للطوسي، الغيبه للنعماني عندي، وكتاب اصول الكافي. جميعهم اجمعوا في توقيعات المهدي قال: شيعتنا في حل من الخمس لحين ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. منع المهدي. زين انا اسالك وقال السفير الرابع اسمح لي، وقال السفير الرابع في اجابته لصاحب الدار ان من اخذ الخمس وتصرف في اموال الامام عاصي كافر ونحن خصماؤه يوم القيامه. المهدي الان منع من الخمس، تطيع المهدي لو تعصيه؟ اسالك سؤال اطيع المهدي انا، بس اسالك الان الساده نسل رسول الله هل يحلل لهم الصدقه؟ من اين يعيشون الفقراء؟ الان انا راح اجاوبك عليه بدليل من كتاب الله وسنه النبي بشرط واحد. زين الان المهدي عندك قال لا تاخذ الخمس وعدم تصرف، وانت تعرف سهم الامام هو اعلى سهم في الخمس، وعندك المهدي منع الخمس.
تطيعوا له وتعصوه. لا نطيعنا المهدي، بس انت لماذا ليش روايه تصر على روايه واحده وتترك عشرات لا 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 هنا الحكي. لا لا انا ما اظلمك، انا ما اظلمك. تفضل استاذ، هذا اول مصدر، هذا امام الناس. سمعناها المصادر، سمعناها لا المصادر. مصدر جديد، لا جديد على الساحه مولاي. جعلت فداك. تفضل. جعلت فداك. اعلام الورى باعلام الهدى. الجزء الثاني صفحه 200، صفحه 272. الان افتح لك اياها. تفضل استاذ، هذا اول مصدر. توقيعات المدخل. عندك المصدر حتى لا تقول غيرك. اعلام الورى باعلام الهدى الجزء الثاني. توقيعاته عليه السلام، صفحه 271. واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا. لماذا؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. طيب الان المهدي يقول هنا أبيح لشيعتنا، أما الخمس أبيح لشيعتنا. هذا المصدر استاذ رقم 1. المصدر الثاني كمال الدين وتمام النعمة، تحديدا في صفحة 511. 511 512. أما الخمس في ذكر توقيعات المهدي. أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادته ولا تخف. وهذا أيضا جاء في كتاب الغيبة للنعماني وفي كتاب الغيبة للطوسي. تفضل أستاذ، عندك المهدي الآن يقول شيعتنا في حل لا تأخذوا الخمس. شيعتنا في حل لا تأخذوا الخمس منهم. تطيعون المهدي لو تضربوه بعرض الحائط مولاي. احنا نطيع المهدي. اسمع، ابيح لشيعتنا، ابيح لشيعتنا ليس معناها انه لا ياخذ من شيعتنا، بقدر ما ابيح للشيعه للساده من الشيعه. ولا انت السيد الان اللي ما ياخذ صدقه، ما تحل عليه الصدقه، كيف يعيش؟ ما يروح يشتغل مثل البشر، الا يبوق. لا، المعوق، المكسور، الا يصير حرامي. كلكم معاقين ومكسورين. كل الساده عندك معاقين ومكسورين. كثير من الساده يعني الا تصير حرامي. الا لا مو حرامي. انت بتفكر بعين عينك. انت تفكر كانما الناس تنظر بعينك المهدي عندك يمنعك. يا استاذ ناصر، انا عايز اسالك بس يا استاذ ناصر لو سمحت. طب بس انا عايز اسالك بس سؤال بس والله. اسمعني بس يا استاذ ناصر، اسمعني يا استاذ ناصر لو سمحت. انا عايز اعرف بس منك، انت بتدفع الخمس على ايه بالظبط؟ يعني انت بتدفع الخمس، ايه اللي انت بتملكه بتدفع عليه الخمس؟ انا ادفع الخمس عن قناعتي. شنو قناعتي؟ لا ايه اللي انت بتدفع عليه الخمس؟ حفظا. ايه اللي انت يعني اسمعني بقى يا استاذ ناصر، انا بس عايز استفهم منك دلوقتي. انت دلوقتي مثلا انت عندك سياره، بيت، عندك اي املاك، بتدفع كام في المية مثلا من الخمس دوت، وبتروح تدفعه لمين؟ اللي يفضل عندي بالسنه، ايش قد يفضل عندي ادفع منه 20%. اللي يفضل من دخلي، اذا ما فضل شيء ما ادفع، ما عليه. يعني اذا فضل، يعني راتبك مثلا لو انت يعني اسمعني بس، يعني راتبك انت لو تبقى من راتبك مثلا اخر العام فلوس انت حايشها على جنب بتروح تخمس عليها، سيارتك كل سنه بتروح تخمس عليها مثلا، بيتك كل سنه بتروح تخمس عليه. سنه واحده. لا سنه واحده مره واحده تخمس، مو كل سنه تخمس مره واحده. اللي يفضل السنوي يفضل مثلا يفضل 1000 دينار من راتبك السنوي كله، 25% اللي هي 200. شنو قيمتها امام حفظ مرجعيتنا الان؟ مرجعيتهم طبعا استقلال مستقله بعيد عن السلطان. يعني طيب شكرا لك يا استاذ ناصر، شكرا لك. اكتفي بهذا القدر مع ناصر حتى يصعد يعني مشتركين اخرين. يعني شكرا لك يا استاذ ناصر. طيب انا توقعت منك يا استاذ ناصر انك انت هتقول لي مثلا ان هذا يعود مثلا علينا حتى يعني ده بعيدا اصلا على انه هو ملوش اي دليل في الدين، لكن انا قلت ان هو هيعود علينا احنا مثلا كشيعة بالخير. لما بنحتاج بنروح للعتبات فنقول لهم والله احنا محتاجين فيدوا لنا، لكن لا بيقول لك للمرجعيات، حفظ المرجعيات. يا شيخ اللي يبوقون حراميه. سبحان الله، هذا كلام فارغ. الان عندك المهدي منحهم عجعج.
المهدي عجعج معناه. ها مولاي؟ يعني يا دكتور حسين تخيل مثلا لو ان المعمم دوت بدون خمس كيف يكون حاله؟ ايش يكون؟ ما تفرغ الحوزه؟ مفيش. لا تفرغ تصير ملعب كره. خلاص انتهى الامر. موجودين استاذ هدفين. خمس ومتعه. العاد ليش موجودين هم اصلا؟ نعم. طيب ناخد منير. استاذ منير، الدكتور عاصم موجود ولا مش موجود؟ طيب لغايه ما الدكتور عاصم يجي لنا مره ثانيه. حبيبي يا دكتور عاصم. يا منير. سؤال شيخنا الشيخ حسين هو يا منير اسمع يا منير لو سمحت يا منير، خليك دلوقتي معانا. الآن نحن نتحدث عن الخمس ونتساءل عن الدليل على أن الخمس واجب دائم حتى في غياب الإمام المهدي المعصوم. تمام؟ وطي الصوت من عندك يا منير. يا منير الإمام المهدي؟ يا منير معاك الدكتور عاصم هيثم. الإمام المهدي تعترف؟ لا أنا أتكلم من عقيدتك أنت. أنا سمعت صيغة ثانية يقول أكو فتحتين في الإمام المهدي. نعم في فتحتين. يعني الدكتور، طب اسمع الدكتور عاصم معاك دلوقتي يا منير. الدكتور عاصم معاك. بس بهاي الرايه ماكو خمس 100,000 رايه اكو بيها الخمس. انت ليش تشلب بس بهاي؟ طلع لي وحده الاخ، طلع لي غير هاي. يلا عندنا احنا روايه بالخمس عن اهل السنه والجماعه. انتم هسه انتم ما تقولوا حاطين قولتكم ويا الشيعه روحوا حرروا فلسطين ذاك بيد اليهود. يا منير يعني هنخصص موضوع، لو خصصنا موضوع في هذا الامر يعني سيكشف الكثير من الحقائق. اليهودي ما قال انه مسلم، عشان كذا انا عايفه. انت قال انك انت مسلم وقاعد تسرق الناس باسم الاسلام. فتفضل استاذ منير. الان قبل شوي كنا في مضارات السيستاني. تفضل الان احنا عندنا برضو نفس الشيء مضارة السيستاني. مضرات اسمها مضرات، مضرات السيستاني. فهمت علي؟ والان عندي امور طيبه يعني. نزل. طيب عايزين حد من الشيعة يكون عنده النقاش محترم يتفضل معانا على هذا البث ويجيب على هذا السؤال. الدليل على أن الخمس واجب دائم في غياب المهدي. ما هو الدليل عندكم يا شيعة على مسألة الخمس؟ نريد دليل. صعد لنا يا أستاذ نصر. أنا شايف طلبات كتير. قول لهؤلاء يعني مش عارف إذا كان معهم دليل ولا مش معهم دليل. نشوف هذا الضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أتعرف بحضرتك؟ العفو. الدكتور عاصم المحترم يقول جيب لي دليل. طيب على اسمع حضرتك يا ضيف، اسم حضرتك ايه بس عشان نعرف نوديك بايه؟ اتفضل. ابو ايه طيب ولا اسمك ايه؟ افتح ميوت. عن مدرسة أهل البيت، فخلي الحوار علمي يرتقي إلى مستوى. أنت سمعنا ولا مش سمعنا؟ علمي يقول لك اسمك ايش؟ أنت سمعنا؟ الدفاع عن مدرسة أهل البيت. اسمك كده. طيب اتفضل يا دكتور عاصم. قول له يا ضيف. ما له اسم بدون اسم. طيب ما يفتخر. طيب استاذ الدفاع. تريد دكتور دليل على قضية الخمس من كتبك؟ اي في عندنا خمس موجود الان في كتبي غير الغنائم. اي نعم غير الغنائم. تفضل هاتها. يلا تفضل. في كتاب البخاري باب ما يستخرج من البحر، قال ابن عباس ليس العنبر بركاز وهو شيء دسره البحر، وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنهما جعل النبي في الركاز الخمس. اللؤلؤ والعنبر والركاز يجب فيه الخمس، وهذه الأشياء ليست موطنا للحرب، ليست غنيمة في الحرب. ما هو الركاز؟ فيجب فيها الخمس. هذا في البخاري. ما هو الركاز؟ الركاز الذهب والفضة الذي يستخرج من باطن الأرض. ممتاز جدا. وهذا الركاز المدفون في الأرض قبل ما يكون مجتمعات الإسلام لو بعدها. يلا تأصيل الموضوع. اسمع الإجابة. اسمع لا تنصدم. انت انصدمت هسه حاير. اسمع الإجابة. هذه ليست مواطن للحرب، يجب فيها الخمس، وليست مواطن للحرب، ليست من الغنائم الحربية. يلا تفضل. اسمعني. عيب العلم. ليست مواطن للحرب، وهذه مسكن أهل الجاهلية. العلم لما يشتد لا تعلي صوتك.
الركاز هو الذهب والفضة أو المال المدفون في الأرض من قبل، من مجتمع قبل الإسلام، يعني غنيمة، يعني المسلمون غنموها، فهذا يعتبر غنيمة. ليش؟ هسه أنت الآن مثلا لما يجيك مال مدفون من أيام فرعون، هذا قبل الإسلام، فهذا تعتبر غنيمة. أنا ما تكلمتك على هذا، أنا تكلمتك الآن على واقعنا الحالي. يعجبني سكوته وأنه يحب يسمع. أتكلم الآن عن الخمس الوقت الحالي. خمس على الماوس، خمس على اللابتوب، على الجوال، خمس على العقال. تفضل. يلا هسه انا ما قاطعتك، فبمقدار الوقت اللي اخذتك وما تقاطعني. اخواني، الخلاف بيننا وبينهم هل الخمس متعلق في الغنائم الحربيه فحسب ام يتعدى الغنائم الحربيه؟ طبعا لفظه الغنيمه لغه الاشياء التي تؤخذ بجهد وبغير جهد، سواء كانت في الحرب او في غير الحرب. فبما انه الخمس لم يتعلق ولم ينحصر في الغنائم الحربيه، لم يتعلق، اخرج البخاري باب فيما يتعلق به الخمس وليس في الغنائم الحربيه، وهو اللؤلؤ والركاز. هذه الاشياء يجب فيها الخمس، وليست هي مواطن للحرب، ليست مواطن للحرب. هذا جوهر الخلاف. جوهر الخلاف ذكرتم الخمس في القناعة الغربية لا، مو هذا جوته وقتك. جوهر الخلاف مو هذا. جوهر الخلاف انه الان يؤخذ الخمس مكاسب من الان من المسلمين، والركاز ليس من المسلمين، فتؤخذ، والركاز غنيمة. الخمس اللي يؤخذ منك مو غنيمة يغنم منك. انت مسلم، شلون يغنم منك؟ وفي مسلم يغنم مسلم؟ فبالتالي هذا الخلاف اللي بيني وبينك، ان الخمس سرقة اموال المسلمين بدون غنيمة ولا حرب. اما باب البخاري يتكلم به عن الركاز، هو ما دفن به من الاموال قبل مجتمع الاسلام. انا حفرت لقيت ذهب، قلت اوه هذا لي، يلا طلع الخمس قسمها. يلا كملت دكتور حسين شكلك تبيه. معك الدكتور حسين. يلا كملت. طيب تفضل يا دكتور حسين. كلمة الأشياء عرف لي اياها من كتبك. شنو؟ الأشياء عرف لي اياها من كتبك. والله شيخ دكتور حسين لو ظل ما تحاور احسن لك. عرف لي اياها من كتبك. طب عرفها من تعرف ايه هي الاشياء؟ اسمع اخواني، لفظة الشيء بمعنى العموم يشمل ما يحصل عليه. اسمع ما يحصل عليه الانسان، ما يحصل عليه الانسان في الحرب وفي غير الحرب. طب لحظه يا ضيف، اهدى يا ضيف، اهدى على نفسك علشان نسمع بعض. اهدى على نفسك. اهدى. المسائل الإسلامية، تعريف الأشياء أو الشيء في الكتب، باب الغنيمة صفحة 489، المسألة رقم 2281. الأشياء اسمع، احترم حتى نحترمك لا نهينك وننزلك. الأشياء التي يحصل عليها المسلمون في حربهم مع الكفار، الأشياء وما غنمتم من شيء. تعريف الأشياء عند الشيعة الإمامية في كتاب المسائل الإسلامية صفحة 489، الأشياء التي يحصل عليها المسلمون خليها مع الكاف يا دكتور، تسمى، خليها كلمة مع الكاف، تسمى غنيمة. وعندما يحصل المسلمون على الغنائم يجب عليهم أولا أن يخرجوا أشياء شيئا لصرفه فيما يرى الإمام الذي منع الخمس مولاي. وتقسم بين من أستاذ؟ المسلمين. يؤخذ من؟ الكاف. ما هو تعريفه؟ الأشياء. لا، أحلى بوم بحياتك أكلتك، فحضرتك أنت ما تعرف حتى معنى كلمة الأشياء. شكرا ليك يا ضيف. نشوف ضيف آخر يا جماعة. ليش؟ شوف ضيف آخر. هو ده معنى الأشياء يا ضيف. تغرب من الشيء يقول لك انصدمت، ولك البخاري من قبل ما تخلق انت. علي الموصلي.
راح علي. شيعة لمن أراد أن يشارك معنا فليتفضل يرسل دعوة وسيكون معنا بإذن الله تعالى، بس يحضر الإجابة مباشرة. يعني أظن أن احنا محضرين الموضوع من البداية والعنوان معروف. يعني تفضلوا، طلبات كتير، تفضلوا. يعني لو حبيبنا الغالي أستاذ ناصر يساعدهم لنا بالترتيب. حسين، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حسين حياك الله. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ حسين. أنا سني ليس بشيء. شكرا لك يا أستاذ حسين. عيد المبارك لكل المسلمين. عيدك مبارك. شكرا لك يا أستاذ حسين، بارك الله فيك وجزاك الله خير. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. طيب نتيح بس فرصة للمخالفين حتى يصعدوا معنا، والأحباب الكرام الله يبارك فيكم. أحبابنا الكرام نرجو من حضراتكم رفع البث. احنا دلوقتي 242 والله محتاجين رفع البث يا شباب. والله الله يحفظكم ويبارك فيكم. رفع البث. وقت الصوت بعد إذنك يا ضيف. رسول الله الهمة انصروا هذا البث، ارفعوا لنا البث. شيء أحبابنا الغاليين ما تستطيع عليه. جزاكم الله خير. الله حي التشيع إلى زوال. احنا في ايام غير العيد بترفعوا التكبيس اكتر من كده. يعني احنا في ايام العيد بقى عايزين اكتر ان شاء الله. يا الله. الله يحفظكم ويبارك فيك. اتفضل يا ضيف، حياك الله. السلام عليكم. تفضل يا عباس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف باسم حضرتك؟ عباس حميد من النجف الاشرف. استاذ عباس من النجف. استاذ عباس معاك الدكتور حسين الباز. يا دكتور حسين اتفضل، معاك الاستاذ عباس. حياك أنا الله. جاي على هدف يعني شخصي، ما جاي على حسين الباز، جاي على عاصم هيثم. يلا اتفضل. اتفضل. لا أنا هو يعرفني وطالبته سابقا بالواتساب وجاوبني. لا أنت معمم يعني ولا إيه بالظبط؟ الصحابة. نعم. أنت معمم ولا باحث ولا إيه بالظبط؟ لا يعني لا مو معمم، محاور شيعي ولكن أنت محاور شيعي أكثر من مرة بعدول الصحابة ما رد علي. طلبت تناظره يعني. طب هو معاك اهو الان يا عاصم. هو معاك اهو صوت وصوره. اتفضل يا دكتور عاصم. بها الان يا عاصم. طب احنا لا ما تغيرلناش موضوع البث بقى مره واحده لو سمحت. لا انت هتغير لنا. هو مو ضمن مواضيعكم العدول. احنا بنتكلم، احنا طرحين موضوع عن الخمس. اتفضل يا دكتور عاصم، افتح مايك من عندك يا دكتور عاصم. لا اسمع حسام محي، انا صاعد قلت لك شخصيا على عاصم. ليش؟ طيب ما هو معاك الدكتور عاصم اهو. عاصم يحاور يا عم، معاك سامعك يا دكتور عاصم، سامعنا؟ طيب يلا عاصم معايا. عاصم يا دكتور افتح المايك يا دكتور عاصم. مفيش صوت. عاصم ما عندك صوت، يلا افتح الكتب. اخوي خليك مؤدب مع الدكاتره لو سمحت. يا الله يا محمد. يا دكتور عاصم انت سمعت الكلام ولا ما سمعتش حاجه خالص؟ لسه تفضل. ما سمعتش حاجه خالص. طيب ده واحد اسمه عباس. طيب دخل مع يا اسمعني لو سمحت بس. طب لحظه واحده بس. طب احترم بس وجودي لو سمحت. ده عباس النجفي دخل معانا، المفروض كان يدخل مع الدكتور حسين. قال لا انا عايز ادخل مع الدكتور عاصم هيثم. ليه؟ قال لان المفروض ان كان في ما بيننا وما بين بعض حوار عن عداله الصحابه، وهو يتحداك تقريبا حاجه شبه كده يعني ان انت تدخل معاه في الموضوع دوت. انا قلت له احنا لنا بث مباشر الان حول الخمس. اتفضل يا دكتور عاصم. قلت له معاك الدكتور عاصم بنفسه صوت وصوره. هشام محي انقل الحوار مالتي وكلامي الى 100%. انا سابقا كانت عندي رسائل مع دكتور عاصم هيثم بالواتساب، وهو سيد العارفين بهذا الامر. صح يا دكتور عاصم؟ لا ما اعرف. طيب عاصم، واذا اجيب لك رقمه كان نحطه بالتعاليق هسه وما عندي رقمي الان ما مشكله. ممكن واحد. ايه المشكله يعني؟ هو اطلع لك المقطع الفيديو هسه. ما اعرفك انا عندي 100 يا عمي انت ايش تريد؟ طيب يا عباس انت ايه اللي تريده؟ انت يا عباس انت ايه اللي تريده؟ ايه اللي انت عايزه؟ يا شيخ حسام خليه معي شوي. كانت الصحابه 4 مرات وهاي الخامسه اصعد له. اسمع انت ارسلت لي، انا 100 واحد يرسل لي، ما اقدر اعرف مين اللي يرسل لي. ما اعرفك انا، انت معمم؟ طيب انت ما كنت مجبور تسبني بالواتساب عاصم، ولكن يلا عادي بها الان يا عاصم محاوره بعداله الصحابه. انا سبيتك في الواتساب؟ طيب وعندي اثبات بعد ما نكمل الحوار راح اطلع لك مقطع فيديو انت سابني ما دامني سبيتك في الواتساب اجي الحين اقول لك دز امها.
احنا اصلا ناس. شيلوا كبر يا اهل السنه، بارك الله فيكم. يا جماعه الكلمه اللي قالها الدكتور عاصم دي، يا جماعه الكلمه اللي قالها الدكتور عاصم دي معناها انجلع، ها؟ عشان ما حدش يسمعها على ودنه كلمه غلط. الكلمه اللي قالها الدكتور عاصم معناها بلهجه انجلع. انت قايل لي قبل كده معناها انجلع يا دكتور عاصم. انجلع معناها امشي من هنا، يعني امشي من هنا. غور في داهيه. ايوه كده. صعد لنا حد تاني. طب انا مش عارف، انا برضك لغايه الاخر يعني انا ما فهمتش هو عايز ايه. يعني انا برضو ما كنتش فاهم انت عايز ايه يعني. هذا يريد يطالبني بعداله الصحابه. قلت له انت معمم، قال لا. قلت له انت حوزوي، لا. قلت له ما راح اضيع وقتي والبس لك فش واطلع امام الناس وانت ما تعرف ما هي اركان الوضوء. قال لي تعرفها بالمناظره. قلت اجل دز امها فحضرته. يعني انجلع. قلت له نفس الجمله. طيب صعد لنا حد تاني يا حبيبنا الغالي، الله يبارك فيك. طيب يقول لك افضل رقمك متسمي برقم حطه. انا رقمي صار لي 22 سنه وياي، بس صار مشهور اكثر من شو اسمه، اكثر من ابوك. والله اكثر من السيستاني. 22 سنه الرقم وياي. طيب يا شيعة، انا شايف يا شيعة ما شاء الله انتوا باعتين تعليقات وباعتين يعني دعوات كتير جدا يعني. لا ده القائمه موجوده كتير اهو. طيب نشوف. السلام عليكم يا استاذ علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ علي. حضرتك شيعي؟ نعم شيعي. طيب يا استاذ علي، طرحين موضوع حول الخمس ومعاك الدكتور حسين الباز. اتفضل يا دكتور حسين. نعم علي. نعم. دليلك على اباحه خمس الغنائم، خمس المكاسب. راح اجيب لك دليل من القران. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واعملوا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. بدايه الايه استاذ ما سمعت. سمعت الايه؟ لا. بدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. واعملوا انما غنمتم من شيء. واعملوا؟ ايه؟ وينك وجاي؟ يلا اقرا لي انت. ما اعرف. سورة الانفال الايه 41. والله حقك دكتور عاصم. ايه اقراها ثاني. طيب اقراها ثاني انت. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، صح؟ ايه غير قلت انا شيء قلت انا. قابل بتفاسيرك حجه علي وللرسول وذي القربى. ذي القربى منهم ذي القربى. قابل بتفاسيرك في هذه الآية حجة علي. تفضل. شنو حجتك ان ايش اسمه؟ اهل البيت ما يستلمون. استاذ ركز على كلام. قابل بتفاسيرك حجة علي بهاي الآية. أنا قابل حجة علي. ايه خلنا افسر لك اياها انا. لا يعني الى مصدر يعني الا مصادر. تتكلم من كيسك رحمه امك. شلون يصير؟ انت عندك من قال القران برأيه فقد كفر. بس لا تستهزئ اول شيء. يا استاذ ما مستهزئ. تفضل حضرتك. لا انت طريقه اسلوبك. يا استاذ خلاص تفضل حضرتك. كتبك حجه علي بتفسير هذه الايه من كتبك بلسان المعصوم. يعني انا ما حافظ كتب بس اعطيك اياها. اذا الان انا احيلك الى الكتب. لا تتكلم. انا احيلك الى الكتب. المصدر رقم 1 الجزء الخامس تفسير البيان. التبيان. المصدر الثاني الجزء التاسع. المصدر الثالث تفسير مجمع البيان للطبري. نعم. اجمعوا في هذه الايه هو ما اخذ من الكفار قهرا، من الكفار المشركين قهرا في دار الحرب فقط حصرا. شنو ردك؟ يعني انا التفسير عندي من اهل البيت موجود اسمه إيه؟ من المؤمنين يؤخذ مو من المشركين. حضرتك احني الى المصدر يؤخذ من المؤمنين. والله تفضل يا استاذ علي. ليش اكذب عليك انا؟ ما عندك مصدر. تعرف ليش؟ لا موجود المصدر بس ما حافظه. انا قارئ. انا وياك تفضل اخذ وقتك اعطيني المصدر. حجه علي انا قابل.
تروح تبحث عن المصدر وتجي لنا تاني؟ ما عندنا كل مشكله. تمام هذا. حياك. طيب بس تفضل يا استاذ علي. عندي بس كلمه بس ثواني. تفضل. دكتور عصام مساء ليش يغلط على الولد من النجف؟ وانت شعلك انت المدام؟ هو ما غلط عليه. انت المدام؟ ليش غلط عليه؟ يعني حضرتك ولا غلط عليه. انت يعني؟ هو قال له انقلع. لا ايه هو المشكله؟ لا اخذت الغيره على زوجها. طيب نشوف حد تاني. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير، شكرا ليك، الله يبارك فيك ويحفظك. احبابنا الكرام بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذا الجهد الطيب، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل كل ما تقوم به في ميزان حسناتكم، اللهم امين. استاذ عباس عماد، السلام عليكم ورحمه الله. خلاص احنا قربنا اهو، بقينا 350,000، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم ويبيض وجوهكم يا رب. استاذ عباس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب عائشه بالله العير. استاذ عباس، طيب مع تربيه حسينيات يا جماعه، ده اللي احنا متعودين عليه منهم. هذه تربيه الحسين، عايزين واحد يعرف يناقش، يعرف يحاور، يجيب لنا دليل على مساله الخبز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ محمد. اي نعم اوكي. الاستاذ حسين. استاذ محمد انا قبل يا استاذ. المناظره. طب لحظه واحده بس، لحظه واحده، اهدى بس، اهدى. حضرتك شيعي صح؟ اي صح شيعي. طيب بعد اذن حضرتك، احنا دلوقتي بنتكلم عن الخمس وعايزين دليل على مساله الخمس. لا حسين الباز، بوق الحرب هذا. طيب يا جماعه دي تربيه الحسينيات، لا حرج في ذلك، ما تستغربوش يعني. مولاي اثبت اني معصوم. معكم ابراهيم. استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله. استاذ ابراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم حضرتك شيعي؟ اي نعم شيعي. طب استاذ ابراهيم، يعني نريد دليل على اباحه الخمس، تفضل. استاذ ابراهيم اتفضل. دليل على الخمس؟ يا فندم. دليل على الخمس؟ ايوه يا فندم اتفضل. ما عندي دليل على الخمس. ما عندك؟ انت شيعي؟ بكررها لك ثاني، شيعي. انت بكررها لك ثاني، انت شيعي؟ انا شيعي. طب كيف يعني. ما عندك دليل على الخمس؟ طيب اتفضل اسمع راي الدكتور عاصم. يا دكتور عاصم، هو بيقول لك دلوقتي هو ما عندوش دليل على الخمس. انت بتدفع خمس؟ طيب انت بتدفع خمس؟ انت تدفع خمس للمعمم لو ما تدفع؟ لا عافيه، لا تدفع، نصيحه. لا ما ادفع. هل تعبك وعرق جبينك تحطه بمخبار ان شاء الله، تصدق فيه على الفقراء والمساكين. انت تشوفهم فقير تتصدق عليه انت بعينك. اكيد نعم اكيد. طب انت مؤمن بمساله الخمس اصلا ولا مش مؤمن بيها من الاساس؟ والله ما اعرف، احنا عندنا ناس تقول حلال وناس تقول حرام، ما اعرف يعني. بس انا واهلي يعني ما نعطي خبز. الزكاه اكيد والله الزكاه. شكرا ليك يا ابراهيم. ولو ان انا عمري ما سمعت معمم بيقول ان هي حرام، مستحيل يعني، دي صعبه جدا ان انا اسمع معمم بيقول ان هي حرام. علّه رجل يعني ما يعرف. انا فاهم، بس انا يعني ده صعب جدا ان معمم يقول ان هي حرام، لانه لو قال ان هي حرام خلاص اتقفلت الحنفيه عليه. نشوف شيعي اخر. الله يحفظكم ويبارك فيكم احبابنا الكرام الغاليين، احنا وصلنا الان 414، والله كفو والله عليكم. الله يبارك فيكم. حسام، يا حسام السلام عليكم. اهلا بيك يا حسام. السلام ورحمه الله وبركاته. يا حسام، يعني ما هو الدليل على الخمس؟ وانت شنو دخلك بالخمس؟ المشكله يعني ان انت بتدفع يعني ده على مزاجك، يعني على كيفك صح؟ ليش انت متدخل بالخمس؟ يعني يعني انت المشكله يا دكتور حسين، ده اللي انا كنت بكلمك فيه من شويه، ان هو ممكن واحد شيعي يجي يقول لك انا عادي انا بدفع من جيبي الشخصي. ايه علاقتكم انتم بمساله الخمس؟
ايه شنو دخلك؟ طب مش انت بتقول ان هو من الاسلام، من الدين، فانا واجب علي كمسلم الان ان انا ابحث حول هذا الامر. طب اتفضل يا دكتور حسين. يعني حضرتك الان الخمس اليست عندك من لا هو بيقول لك يعني انا حر، يعني انا حر، معنى كلامه انا حر يعني. يعني عندك الخمس الان من الاسلام صح؟ اي نعم. ما هو دليلك عليه انه من الاسلام حتى لا نسيء لنظرة الناس؟ اول شيء عند المراجع جميع المراجع الشيعية الخمس احنا نوزعه. من يوزعه؟ مو عند السادة ولا عند المعممين. من يوزعه؟ انا هسه مخمس بس انا اوزع الخمس مالي. يعني شلون توزع الخمس حضرتك؟ باي طريقه؟ للفقراء للايتام. اي يعني حضرتك الان اذا شخص ما عنده خمس ماذا يدفع بدل الخمس؟ شلون ما عنده خمس؟ كل انسان عنده خمس. اسمح لي استاذ شخص ما مجبور يخمس. احسن. ما عنده دكتور عاصم لو سمحت. اسمح لي استاذ. دكتور عاصم معك شيء. بديل الخمس عند الشيعة ايش؟ دليل الخمس عند الشيعة ايش؟ بديل المتعة. بديل الخمس. بارك الله بك. استاذ حسام الان انت عندك بديل الخمس اذا المرأة او الرجل ما عنده يدفع خمس ينطي عرضه يتمتعون به. هل هذا من الدين؟ اعطيني دليل. تفضل دكتور عاصم لو سمحت فضلا وليس امرا. هذا الدليل. تفضل الدكتور معك. يعني عندك الان اللي ما عنده يدفع خمس ينطي شرفه. اعطيني دليل. لا والله تشبون على العالم. اعطيني دليل. طيب دكتور عاصم معاك اهوت يا حسام. دكتور عاصم معاك اهوت هيقول لك على الدليل. تفضل دكتور عاصم. الشيخ رمضان الهمداني في كتاب مصباح الفقيه صفحه 155. سجل وياي. هذا الكتاب مزيف. قول اخطا العالم، قول العالم اخطا، شو مزيف؟ يعني ايه مزيف يا استاذ حسام؟ انت سمعتها ولا ايه؟ طب قول العالم اخطا. والله هذا الكتاب التفسيري بيه مزيف. حسام انت لو تقول لي العالم اخطا اهون عندي كتاب مزيف من وين؟ قسما بالله الكريم الجاي تحكي بيه كله كذب. خلاص يا الحمداني انت واحد مزيف. هذا قول حسام بس انت واحد مزيف. كذبت على الشيعه وقلت اذا ما عندك فلوس تعطي خمس لا باس ان تمتع المراه بلبسها مكان الخمس. خلنا رايحك. كل مرجع كان سني او شيعي يدعي بهذا القول فهو فاسق. اذا دينك فاسق. دينك فاسق. بارك الله. بعد شو تريد؟ شكرا لك يا حسام. شكرا لك يا حسام. نشوف شيعي اخر يا جماعه. سابق دكتور عاصم. دكتور عاصم. انت قلت حاجه يا دكتور عاصم تستدعي في الاخر كده ان هي يعني يحصل فيها انتهاك يعني؟ لان انا والله لا انا بحث نظر دكتور عاصم. طيب ايه يا شيعة يعني ما شاء الله انا شايف الطلبات كتير قوي يعني تقريبا وصلتوا لحوالي 30 طلب او اكتر من 30 طلب. طب ما انتوا كتير اهو. طب ما حد يجيب لنا بقى الدليل. يشوف الدليل. ولائي. طب استنى يا دكتور حسين. يا دكتور حسين. اللهم صل على محمد. شد على التركيز. بارك الله. يا ولد شدوا يا احبابنا الكرام. والله لا يعني انتوا كفوا عليكم. الله يبارك فيكم. قلنا لكم وصلونا من 300 لربع. يجي عني الخمس. ايه يا مدلس تفضل اخرج عن يا ولائي لا تتجاوز يا ولائي. لا تتجاوز يا ولائي. انا ما جاوز. ولد قطر بس يا جماعه لو سمحتوا بس. الله يا استاذ ناصر لو سمحت بس يا استاذ ولد قطر لو سمحت طلعوا لنا. هو موجود في الطلبات. الله يبارك فيك يا رب. اخرج الكتاب على الشاشه تفضل. ايدو
سؤال بسيط لما يرجع الدكتور عاصم. قطر حسابه خاص بالأستاذ صادق. بسيط. نعم. الحساب خاص من يمك. عندك الحساب. حساب خاص ما اقدر اساعده. سؤالي جدا بسيط. رجع الدكتور عاصم. دكتور بعد حسابك ولائي. تفضل. اسمح لي الان بس لحظه واحده يا ولاء. حي الله الحبيب الغالي ولد قطر الغالي، الله يبارك فيك، كل عام وانت طيب. عاد الله علينا وعليك هذه الايام المباركه بالخير واليمن والبركات. كل عام وانت بالف خير. وانت بخير وصحه وسلامه وسلام الى الجميع الموجودين المشايخ. هلا وغلا، اخباركم؟ عساكم طيبين؟ يا حبيبي. الله يبارك فيك حبيبي الغالي. الله يعطيكم الصحه والعافيه ويقويكم ان شاء الله. الله يرضى عنك، الله يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. اسلم عليكم وعايد عليكم، واذا اللي ما عايدت عليه اقول لك كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه على الموجودين. حياك الله. وانت بالف خير وصحه وسعاده حبيبي. انا عايز اسمع منك كمان تعليق. بالظبط كده، يعني ما ينفعش تكون معانا وما اسمعش منك تعليق. عندي سؤال بس، انا قاعد يعني كل ما تكلم حد قال اذا رواياتنا نعرضها على القرآن، إذا توافق القرآن نقول أنها صحيحة، وإذا ما توافق القرآن نقول عنها مو صحيحة. كلامي صحيح ولا لا؟ حلو. صح. اعرض الخمس أخطاء. طيب أنا إيش فائدة العلماء والهذا اللي جمعوا الأحاديث وصححوا الأحاديث وأسانيد؟ خلاص ما في داعي أنا آخذ الرواية أعرضها على القرآن، إذا توافقت أو ما توافقت خلاص. يعني كأن العلماء ما لهم أهمية. كل ما تكلمتوا مع أحد قال لك عوف كتبي. زين انا من وين احاججك؟ يعني اذا انا كل ساعه تقول لي انا عوف كتبي، احاججك باي ايش؟ يعني استدل باي ايش؟ اذا كل ما تكلم حد قال اذا توافق القران، خلاص مع العلماء ما لهم فائده. احسنت، الله يبارك فيك ويحفظك فعلا. يا انه يقول. وبعدين سؤالي شيخ حسين. اي نعم. 12 معصوم. ما في كتاب واحد صحيح؟ ما عرفوا. يعني هاي شيء غريب، لأن 12 معصوم ما عرفوا يجيبون كتاب واحد صحيح. لا بالعقل 12 معصوم عندي وعندي مشايخ طبعا أئمة رضوان الله عليهم جميعا وبنحترمهم ونحبهم، بس أنت تتكلم عن 12 إمام، ما في كتاب واحد صحيح. والبخاري جاب كتاب صحيح. والبخاري جاب كتاب صحيح، لأن على الأقل واحد تقول لي عشان أستدل فيه. حتى أعتقد الكافي اللي هو يعتبرونه من أصح كتبهم هم. نعم. يعني أوقات يقول لك عوف الكافي، عوف. حتى الكافي باطل كما صح في مرعاة العقول. أتذكر الشيخ عاصم الله يعطيه الصحة والعافية مرة قال له شنو هاي؟ قال له عوفه هاي. ما رمى الشيخ الكتاب، رمى أول شيء رمى الكافي، بعدين بحار الانوار، بعدين رميت والله رمى يمكن 6 كتب من قدام البث. قال له خلاص ارميه، رماه. انت كل ساعه بتقول لي عوف كتبي شلون حاجزك انت اذا كل ساعه تقول لي عوف كتبي؟ يا انك يطلبون دليل، ولما تظهر الدليل يقول كتاب مزور، هذا ما يمثلنا. ولا واللي انحشر يقعد يسب ويلعن اي فباهتوهم وهذا معتقدها اصلا. اي فباهتوهم. الله يجزاكم خير. احسنت يا حبيبي، الله يبارك فيك ويحفظك وجزاك الله خير على هذه المشاركه الطيبة اللي شرفتنا بها ولد قطر الغالي. الله خير. انتم صراحه انتم اللي ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن يعني. الله يحفظك وكل عام وانت بالف خير يا رب. وانتم بخير وصحه وسلامه. تحياتي للجميع ونشوفكم على خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير حبيبنا الغالي. بارك الله فيك. الله يحفظكم. مستمتعين معاكم. الله يبارك فيك. لينا الشرف. الله يبارك فيك. الشرف لي طبعا. تحياتي. الله يحفظك يا رب. كل التحيه لحضرتك يا رب. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك الخير. استاذ ولائي، يا استاذ ولائي اتفضل. يا استاذ ولائي، عايزين مباشره كده ندخل في الموضوع يا استاذ ولائي، دليل على مساله الخمس. اتفضل. نعم. اتفضل. ما آية بالقرآن ما غنمتم من شيء فإن لله. انت شكلك داخل معانا متاخر في البث يا استاذ ولائي.
ما هذا الامر احنا ناقشناه من شويه، يعني هذا الامر بالكامل ناقشناه من شويه. يا دكتور حسين، هل هذا الخمس اللي بيقصده الشيعه؟ ما عندي مشكله، تفضل ولائي اثبت لي بقول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من كتبك هو غير غنائم الحرب. نعم تفضل. بس لحظه. يلا خرج يمك صحيح البخاري حديث رقم 53. ما عندي مشكله. هذا الحديث اللي انت ذكرته اوقف. تفضل. هذا الحديث اللي انت ذكرته جاء ب 12 سند صحيح في البخاري. اذا جبت لي من عنده لفظه الخمس بغير الغنائم اصير شيء على ايدك. فرصه ذهبيه دي بقى يا ولائي بقى، يعني ده بص عرض ذهبي بقى اخواني. الحديث اللي هو ناوي، شوف انا عندي ولايه تكوينيه يا مولاي، اللي انت ناوي تجيبه جاب 12 مكان في البخاري. اذا جبت لي بي لفظه ما بيها غنائم الان انا اعلن تشيعي. تفضل. تعرف يا استاذ ولائي حديث 53 بالنسبه وان تعطوا من المغنم وليس غنائم، من المغنم. احسن من المغنم. هل تعلم ما معنى؟ اسمعني اسمع لحظه من الكفار لحظه دار الحرب. اصبر ما معنى المغنم؟ المغنم ما اخذ من الكفار. ما الفرق بين المغنم وغنيمه الحرب؟ دار الحرب يا جميل يا جميل. لا دار الحرب هذه الغنيمه، اما المغنم فليس دار الحرب. لا اعطيني المغنم بان هي دار الحرب. تفضل. المغنم غير الغنيمه يا دكتور حسين، الله يهديك يا دكتور حسين. نعم الغنيمه لدار الحرب، اما المغنم فليس دار الحرب. تفضل. استاذ خلاص موافقيك. اهدى. هو المغنم زوج غنيمه. لا شيخنا دكتور جعلت فداك مولاي. صحيح البخاري في حديث 53 وجاء الحديث 12 مره في البخاري جميع اللفظ التي وان تعطوا من المغنم الخمس. نريد نشوف البخاري شنو القضيه؟ جاء امام البخاري. تفضل استاذ. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، نقلب الكاميرا تقرا الناس ما موجود في صحيح البخاري في الحديث اللي انت ذكرته حديث رقم 53. استاذ حسام عد معايا وان تعطوا من المغنم. كم مره ذكر الحديث؟ 87 و53 2 523 او 523 4 7 8 9 10 11 وال 53 12 مره وان تعطوا من المغنم الخمس 12 مره بعدد المعصومين. بارك الله بك. باب إيداء الخمس من الإيمان وهو بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقال إنه روى هنا بفتح الخاء وهو ماذا؟ قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. ما معناه أستاذ؟ ما معناه من الآية القرآنية؟ إيه معناها يا أستاذ ولاء؟ ما معناه من الآية القرآنية لو سمحت؟ ما هذه اللفظة أجت المغنم وليس الغنيمة. استاذ انتبه. لفظة في صحيح البخاري المغنم. بس اسمع وأن تعطوا من المغنم الخمس. قوله تعالى قوله باب إيداء الخمس من الإيمان وهو بضام الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمس. الغنيمة هنا مقرونة بالحرب أم لا؟ هذا قول من؟ قول من هذا؟ هذا كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الأول طبعة الرسالة العالمية صفحة رقم 286 وهذا عندك معنى. لماذا جايز؟ اكتب المعنى الدكتور حسين، اكتب المعنى. معنى المغنم لا باللغة العربية، باللغة العربية المغنم ما معنى المغنم؟ تفضل عرف لي المغنم. اوقف ما فهمتك. بقول لك عرف لي المغنم. عرف لي المغنم باللغة العربية. تفضل. الكلمة الوحيدة قال المغنم وليس الغنيمة. اسمع أنت اسمع يلا يا أخي اسمع لا تقاطعني. قال الشوكاني في فتح القدير وقال
أيضا مجمع من العلماء الكلمة الوحيدة التي لا تصرف في القرآن الكريم مقيدة بكلمة الحرب هي الغنيمة في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. تفضل أستاذ. المصدر رقم 1 الآية اللي جابها. ركزوا وياي يا شباب، ركزوا وياي أستاذ حسام، هاي المصادر أمام الناس. هذا المصدر شيعي لو سني؟ البيان في تفسير القرآن المجلد الخامس للطوسي، شيعي لو سني؟ شيعي. أحسنت. افتح آية الخمس اللي جابها ولائي. انتبه أستاذ، في الصفحة رقم 122 واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفيء ما أخذ بغير قتال. هذا أول شيء، هذا أول شيء. الآن حضرتك افتح معايا صفحة رقم 158. أباح الله تعالى للمؤمنين بهذه الآية أن يأكلوا مما غنموه من أموال من؟ المشركين. بالقهر في دار من؟ دار الحرب. بارك الله بك. افتح معايا المصدر الثاني المجلد التاسع التبيان في تفسير القرآن للطوسي. افتح صفحة رقم صفحة رقم 562 563. والذي نذهب إليه أي الإمامية أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة. الغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ومما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام. إذا يؤخذ في دار ماذا؟ دار الحرب. طيب هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي تحديدا في صفحة رقم 580 قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء. الغنيمة لغة، هو مو قال أردها لغة؟ المغنم لغة عندك في كتبك ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال وهي هبة من الله تعالى، ما أخذ من الكفار. أما قوله تعالى فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذه إباحة منه سبحانه وتعالى للمؤمنين مما غنموا من أموال من استاذ؟ المشركين. واتقوا الله باتقاء معاصيه إن شاء الله إن الله غفور رحيم. صفحة 536. تفضل أستاذ، هذا علماء وهذا إباحة علماء. ردك الأخير يا أستاذ ولي حتى نترك فرصة للآخرين يصعدوا معنا. تفضل. أزيد بالمصادر، أزيد ما عندي مشكلة. أنا ردي المغنم ليس كالغنيمة. هاي واحدة. إذا لا تشرب المغنم. ما عرفوا. اسمعني خليني أكمل. أنت تكلمت بما يكفي. بما يكفي. هنا عندك كتاب الخمس. هو هاي جواب، هذا جواب. يلا تفضل سمعنا. لا جاوب على الروايات اللي ذكرها الدكتور حسين. يشمل الكنز والغواص والمال المطروح من في الصحراء. هاي كلها الغنيمة. اثبت خمس المكاسب كيف تاخذون من الناس؟ طيب انت الان تطيع المهدي لو ما تطيعه؟ نعم. تطيع المهدي لو ما تطيعه؟ سلام الله. تصيع المهدي ولا لا؟ المهدي عليه السلام. في توقيعات المهدي قال لا تاخذ من شيعتنا في حل من الخمس. في حل من مو الخمس، من سهم الامام. سهم الامام. لا سهم الامام. اياك ان تفعلها. اخرج الروايه. لا تفضل اخرجها على الشاشه. لا اخرجها على الشاشه ونص. تفضل يلا. اعلام الورى باعلام الهدى. نعم. الثاني. تفضل استاذ. شيعتنا في حل. تفضل اقرا الروايه. توقيعاته عليه السلام. اي نعم اقرا الروايه. اقراها. 271. واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. نعم. ايش يقصد؟ ولادتهم ولا سهم الامام
للخمس في اسهم. طب ولاي تابعنا في حلقات قادمه، نكتفي معاك بهذا القدر يا ولاي، تركنا لك فرصه كبيره. وكمل يا دكتور حسين. شكرا ليك يا ولاي، خلاص انتهى عليه الامر كده. كمل يا دكتور حسين لو عايز تكمل الفكره ونصعد اللي بعده. ناوشنا شيعي، لان انا شايف ان الطلبات كتير تقريبا فوق حوالي 25 او 26. ناوشنا شوف شيء اخر. الله يبارك فيك يا حبيبي الغالي.